حبايبي ادي ب3 كيلو دقيق عملنا كمية العيش اللي انتوا شايفينها دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين الله اكبر، العيش طالع زي الورد قدامكم اهو. ادي دول من 3 كيلو دقيق. تمام. ادي نضافة العيش البيتي، شايفين من جوه عامل ازاي وبصوا طري ازاي. دي نضافة العيش البيتي من 3 كيلو دقيق. هو ده العيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في سر وصفة ماما. إن شاء الله اللي ما بتعرفش تعمل العيش المصري هتبقى شاطرة فيه خالص، وإمكانيات بسيطة جدا، وإن شاء الله بإذن الله هتكوني شطورة قوي في العيش المصري. بس ما تنسوش تفرحوني بلايكاتكم وتعليقاتكم، وتشاركوا في قناة سر وصفة ماما بإذن الله عشان تدعموني ونوصل لأكبر عدد من المتابعين. ويلا بينا هقول لكم أنا هبدأ ب3 كيلو دقيق. تمام. وادي 2.5 معلقة من الخميرة الفورية بنفس المعلقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. وهاخد كوباية من الدقيق هحطها على الخميرة وكوباية مية عشان انا عايزة افعل الخميرة وتسرع معايا التخمير. وهحط ذرة ملح. تمام. وهحط المية طبعا ان شاء الله هقول لكم هي هياخد قد ايه مني مية. تمام. بس في المية يعني كل دقيق بيختلف عن التاني، خليكم معايا حبايبي. زي ما انتوا شايفين انا قلت لكم ان انا هاخد كوبايه الدقيق مع الخميره مع الميه، وحطيتهم اهو عشان بفعل الخميره واخليها تسرع معايا الخبز. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا هكسرها بالميه. تمام. عشان اصبها ايه بقى، هصبها على الدقيق وابتدي ايه اعجن. تمام. بسم الله. هصبها وابتدي اعجن زي ما انتوا شايفين كده معايا. بسم الله. هنبتدي ايه نعجن حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده ادينا بنعجن. تمام. هو معلش العجين بياخد وقت حبه بسيطه بس عشان يطلع معاكي العيش زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. وانا هوريكم بعد ما اخلص العجن هوريكم السمك اللي احنا عايزين نوصل له عشان يطلع معانا العيش طري وجميل. طيب زي ما انتوا شايفين احنا كده خلاص خلصنا العجن. زي ما انتوا شايفين كده. شايفين هو ده اللي انا عايزاه كده العجينه. تمام. شايفين عامله زي اللبانه كده. تمام. كده هبتدي ايه اسيبها تختمر وبعد كده ارجع لكم تاني. طيب زي ما انتوا شايفين كده ادي العجين انا سايباه بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه، سايباه بيختمر. زي ما انتوا شايفين البقاليل كده اللي طالعه ده ايه بيبتدي